لو لسه ما تعرفش ازاي تغير باسورد الواي فاي بتاعك فالموضوع اسهل بكتير مما تتخيل. وايوه لسه في ناس لحد دلوقتي ما تعرفش ازاي تغير باسورد الواي فاي بتاعها. انا ايمان محمد، والخطوه الاولى هي هتروح لمتصفح الجهاز بتاعك. كل جهاز راوتر ليه اي بي خاص بيه مكتوب على ظهر الجهاز. روح لظهر الجهاز الراوتر بتاعك دلوقتي وشوف الارقام دي اللي مكتوبه عليه واكتبها في المتصفح بتاعك وبعدين اضغط بحث. في الاغلب هتظهر لك صفحه التامين دي، انزل تحت كده اضغط على الاختيار ده وكمل بدون امان عادي جدا، ما تقلقش. دلوقتي هيطلب منك تكتب اسم المستخدم وكلمة المرور او الرقم السري، ودي كمان هتلاقيها موجودة على ظهر الراوتر بتاعك. اكتبهم هنا وبعدين اضغط تسجيل دخول. دلوقتي كل اللي عليك تروح للاختيار ده وبعدين هندخل للاختيار اللي موجود اللي هو SSID. دلوقتي لما ندخل على الاختيار ده هتلاقي قدامك اسم الشبكة الحالي بتاعك وكمان الباسورد. تقدر تغير اسم الشبكة من هنا وتقدر كمان تخفي الشبكة نفسها من هنا. تقدر تكتب من المكان ده رقم السر او كلمة المرور الجديدة اللي انت حابب تعملها. نصيحة خليها من حروف كبيرة وصغيرة، ارقام وكمان رموز. ولكن قبل ما تضغط ابلاي او تنفيذ احفظ كويس قوي اسم الشبكة بتاعك وكمان الباسورد، لانك بمجرد ما تحفظ الكلام ده انت هتسجل خروج تلقائيا من شبكة الواي فاي بتاعتك ومحتاج تكتب الباسورد واسم المستخدم الجديد. وبكده غيرنا الرقم السري للواي فاي بتاعك. اما لو عاوز تعرف ازاي لو حد معاك على الشبكة وانت عاوز تفصل عنه النت حتى لو معاه باسورد الواي فاي بتاعك، استناني في الفيديو اللي جاي.